واش عمرك تسألتي شنو كيوقع بعد الموت؟ واش الحياة كتكمل؟ واش القبر غير تراب ولا كاين غير شي حاجة أخرى؟ اليوم غادي نهضروا على الحقيقة كتخلي القلب يرتجف، وشنو كيوقع في القبر حسب الدين تاعنا. بقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا كلشي. الموت هو حقيقة كلنا غادي نواجهوها، ولكن هذا الشيء اللي كيبدا به كلشي. بعد الوفاة الروح كتخرج من الجسم وكتبدا مرحلة جديدة. الجسم كيتوضب تحضر للدفن، زعما كيقادوه الناس وداك الشيء اللي كيصلوا كيديوه للدفن، كيصليو على الميت وكيدفنوه. هاد المرحله مهمه حيت هي كتعبر على الاحترام وحب الميت، وكتهدي النفس، بحال هذه هي النفس ديالنا. ولكن شنو كيوقع من بعد ما نتحطوا في القبر؟ هنا كتبدا المرحله اللي غادي نهضروا عليها دابا. القبر بلاصه ديال الامتحان قصير بعد ما نموتوا، وقبل الحساب الاكبر يوم القيامه. الحديث الشريف كيذكر بلي الميت كيتسال على ربو، دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن ديال بصح كيعيش نعيم القبر، راحه وهدوء، نور واستقبال الملائكه. ولكن الكافر ولا هذاك اللي كيعصي الله بلا توبه كيعيش في عذاب القبر، ضيق، خوف، عذاب من الملائكه القبر اللي كيخلعوه. داك الشيء هنايا يمكن ندخلوا قصه قصيره على الصحابه اللي شافوا الموت بعينهم باش يكون المشهد اقرب للفهم. القبر جزء من البرزخ، عالم ما بين الدنيا والاخره. الروح كتعرف وضعها، كتبدا مرحله انتظار يوم القيامه. البرزخ عالم غريب ولكن فيه عدل ورحمه من الله سبحانه وتعالى، واللي داروا خير كيرتاحوا فيه، ولكن واللي داروا الشر كيتواجهوا العذاب ديال بصح، العذاب كبير بزاف ما كيتعتبرش. هادشي كيعلمنا نتقربوا لله ونصلحوا حياتنا قبل ما يفوت الاوان. الموت والقبر ماشي مجرد فكره مخيفه، ولكن درس كبير للحياه. نديروا الاعمال الصالحه، صلوا الصلاه في وقتها، صله الرحيم، ذكروا الله بزاف، حيت كيعاون الروح على السكينه بعد الموت. توبه دائما واعمال خيريه كتخفف عذاب القبر وتزيد النعيم. الموت والقبر واقع، ولكن الفهم ديال هذه المرحله كيخلينا نعيشوا حياتنا بطريقه احسن، ونديروا الخير ونكونوا مستعدين للقاء الله. ما تنساش كل لحظه في حياتك راه مهمه، وكل عمل صالح كيعاون الروح تاعك بعد الموت. نتمنى يكون هذا الفيديو فتح لكم باب التفكير. ما تنساوش ديروا اشتراك يوصلوكم فيديوهات اخرين دينيه مهم داك الشيء، ودعمونا بشي لايك باش نكملوا احسن، وديروا لنا شي تعليق على شي فكره دينيه نهضروا عليها في هذه القناه. كنهضروا على المعارك، الغزوات، الانبياء، الصحابه، افكار دينيه بحال هكا. وما تنساوش ديروا متابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.